واحدة بتحكي وبتقول النهارده احكي لكم قصة حصلت معايا ايام المدرسة. وقت ما كنت في الثانوية نقلت من مدرسة لمدرسة تانية، وكنت بروح ايام الامتحانات بس، وكنت بحب مادتين الانجليزي والفرنساوي جدا. وفي مرة كان عندي امتحان فرنساوي حليت كويس بس ما كنتش متوقع ان اقفل المادة. المهم تاني يوم لقيت مدرس الفرنساوي داخل ينادي على اسمي، فقمت وقف ولقيته بيقول لي اعترف. قلت له اعترف بايه؟ قال لي اعترف مين اللي دخل لك ورقة الاجابات في امتحان امبارح عشان يغشش. يا هروح دلوقتي واعمل لك محضر غش. فانا اتعصبت جامد وقلت له تعمل لمين محضر غش؟ قال لي اعمل لك انت مقفله الامتحان باجابات نموذجيه، ومش طبيعي ان طالبه تقفل الامتحان كده. قلت له لا، انا هقول لك على حل احسن، انت تروح دلوقتي تقطع ورقه الاجابات اللي معاك وتعمل لي امتحان جديد وتدخلني لجنه خاصه وتقف عليا تراقبني بنفسك، ولو ما حلتش الورقه زي ورقه امبارح تروح تعمل لي محضر، بس لو حلتها هروح انا اعمل لك محضر انك بتتهمني بالغش. لقيته اتهز ولسانه اتربط وما بقاش عارف ينطق ولا يرد. فلقيت البنات اللي معايا في اللجنه بيقولوا له لا يا ميسي وبلاش، هي دي فعلا شاطره جدا وما ينفعش تتهمها باتهام زي ده. وانا كنت واقفه وكل ثقه وبجد كان نفسي يعمل كده. المهم لقيته بيقول لي يعني انت متاكده؟ قلت له والله انا متاكد، بس انت لو حابب تتاكد انا ما عنديش مشكله، وصدقني ما حدش هيبقى خسران غير. فقال لي تمام اتفضلي اقعد، وخرج من اللجنه وهو وشه زي الطماطمايه. ومن وقتها بقى كل ما يشوفني ينادي عليا ويعتذر، وانا كنت برد بلا مبالاه واقول له عادي عادي حصل خير واسيبه وامشي. لو انتم بقى كنتوا مكانها في موقف زي ده كنتوا هتعملوا ايه؟